غيلان، مش انت كنت وعدتيني قصة من قصص الحيوان في القرآن؟ يا جمال، والله اتشغلت غصب عني. تعال احكي لك قصة النهاردة جميلة جدا. هتحكي ايه يا ترى؟ هحكي لك ذئب يوسف. كان نبي الله يوسف يا جمال طفل صغير، وأبوه سيدنا يعقوب عليه السلام. باباه كان بيحبه جدا جدا جدا، حبه أكتر من إخواته كلهم، وكان إخواته بيغيروا منه قوي وبيقولوا بابانا ما خلفش حد غير يوسف وبيحبه أكتر مننا، المفروض يحبنا زي ما بيحب يوسف. هم عندهم حق صح؟ هتفهم في آخر الحدوتة يا جمال هم عندهم حق ولا لأ. وفي يوم من الأيام شاف سيدنا يوسف رؤية غريبة. ايه هي الرؤية الغريبة دي؟ شاف يا جمال إن فيه 11 كوكب، والشمس والقمر كلهم بيسجدوا ليه. فجري سيدنا يوسف وراح عند باباه وقال له، انت يا يوسف هيكون ليك مكانة عظيمة جدا، بس طلب منه طلب ايه؟ طلب منه انه ما يقولش لاخواته اي حاجة عن الرؤية دي عشان ممكن يحسدوه. يعني ايه ممكن يحسدوه؟ يعني يغيروا منه ويدبروا له اي حاجة عشان يأذوه. وبعدين؟ غيرة اخواته كانت بتزيد يوم عن يوم، وما كانوش بيحبوا يوسف ولا بيعطفوا عليه ولا بيعملوه كويس خالص يا جمال. الذئب بقى يا جمال اللي هنحكي حدوته النهاردة كان عايش في مكان قريب جدا من عيلة سيدنا يوسف، وكان متعود يصطاد في المنطقة بتاعتهم. وفي يوم والذئب بيصطاد لقى إخوات سيدنا يوسف بيرعوا الأغنام، فقرب من القطيع بتاعهم عشان يصطاد خروف عشان ياكلوا على العشاء. لكن أول ما قرب منهم سمعهم وهم بيتكلموا. يعني ايه بيرعوا الأغنام؟ يعني بيربوا الأغنام وبيطلعوها تتمشى عشان تاكل الأعشاب. طب سمعهم بيقولوا ايه بقى؟ سمعهم بيقولوا إن بابانا بيحب يوسف وأخوه أكتر مننا، إحنا لازم نقتل يوسف ونرميه في مكان بعيد. والله؟ والله يا جمال، بس واحد منهم قال لهم لا ما تقتلوهوش، ارموه في البير، وأي حد مسافر وشاف البير ومر على البير ممكن ياخده. فرد عليه واحد منهم وقال له، طب هنقول لبابانا ايه لما نرجع للبيت من غير يوسف؟ راح أخوه بص على الذئب كده يا جمال وقال له، هنقول له إن الذئب أكله وإحنا ما كناش مركزين معاه. وبعدين دول طلعوا شريرين قوي. راحوا لباباهم وقالوا له وقعدوا يتحايلوا عليه ياخدوا يوسف يلعب معاهم. راح باباهم قال لهم، بس أنا خايف تتشغلوا عنه والذئب ياكله. بس هم فضلوا مصرين جدا عشان ياخدوه معاهم وينفذوا الخطة الخبيثة. يا ولاد الذين! وفعلا يا جمال إخوات يوسف خدوه ورموه جوه البير، وخدوا القميص اللي كان لابسه وحطوا عليه دم، ورجعوا لباباهم قالوا له وهم بيعيطوا، الذئب أكل يوسف. وكذبوا على باباهم وقالوا له احنا فعلا جرينا عشان نتسابق وسيبنا يوسف عند الشنط بتاعتنا عشان يحرسها، فالذئب كلوا واحنا مشغولين. وعشان يصدقهم قالوا له وادي القميص بتاعه عليه الدم. يا عيني، كملي يا إيلان كملي. متحمس تسمع الباقي يا بطل ولا مش متحمس؟ متحمس جدا. طبعا باباهم ما صدقهمش ابدا يا جمال، وعرف وحس انهم مخبيين عليه حاجه مش قايلينها. طب وسيدنا يوسف عمل ايه في البير؟ كان خايف وحزين ومش عارف هم ليه عملوا فيه كده، وفضل في البير لحد ما جم جماعه من التجار وكانوا عطشانين. فراح راجل منهم نزل الدلو بتاعه في الميه فلقى يوسف جوه البير، فخده وكان فرحان جدا. خدوا فين؟ خدوا معاه مصر، وهناك باعوا لعزيز مصر. عارف يعني ايه عزيز مصر يا جومي؟ راجل اسمه عزيز يعني؟ لا يا جيمي، ده ملك مصر.
وهناك حبوا عزيز مصر جدا جدا وخدوه لمراته اللي هي كمان فرحت بيه جدا جدا. وفضل سيدنا يوسف عايش معاه هو وزوجته لحد ما كبر. أيوة بعدين. بس يا جمال ربنا ابتلى سيدنا يوسف بابتلاء ودخل السجن كام سنة، لكنه فضل صابر وقعد يدعي ربنا لحد ما خرج من السجن. ولما خرج كان مسؤول عن خزائن الأرض، وبرأي يوسف وحكمته خرجت مصر من سنوات الجفاف والفقر لإيه بقى يا جميل؟ للرخاء والخير الكتير قوي. سبحان الله. وكان الناس بيجوا من البلاد المجاورة لمصر عشان يقابلوا يوسف ويطلبوا منه إن هو يديهم الأكل ويديهم من خيرات مصر. وفي يوم جه إخوات يوسف لمصر عشان يطلبوا طعام، وطبعا سيدنا يوسف عرفهم فورا. تخيل يا جمال إنه سامحهم على اللي عملوه معاه، وهم كمان اعترفوا إن هم كانوا غلطانين. وطلب منهم سيدنا يوسف إن هم يجيبوا باباه وأهله لمصر، واجتمع شمل العيلة من جديد. وكانت دي يا جمال قصة ذئب يوسف اللي أصبحت بعد كده عبرة وموعظة لكل الناس بعدهم.